جانيت المدينة الفاتنة، واحة صغيرة في فضاء كبير اسمه التاصيل. التاصيل حسب ما هو متداول في المخيلة الجماعية رمز لكل ما هو عجيب وساحر، سحر يتجلى في كل شبر من هذه المدينة المضيافة، والتي تستقبل زوارها برقصات فولكلورية على طرقات البارود. كل الطرق في جانيت تؤدي إلى التاصيل ناجير، أكبر حظيرة في العالم. مساحتها تزيد عن 80,000 كيلومتر مربع. الحرارة لطيفة جدا في هذا الفصل، وكلما تقطع المسافات تكتشف شساعة هذه الأرض، وتجد نفسك تغوص إلى الأعماق في صحراء ليست ككل الصحاري بخصوصية مميزة. فالتشكيلات الصخرية البركانية والرملية الغريبة الشكل توحي لك أنك في عالم آخر. التاصيل ناجير فضاء لتاريخ الجزائر والإنسانية جمعاء، يكتنز تراثا عالميا، فالرسومات والنقوش الصخرية هي شواهد حية على وجود حضاري إنساني. فكل الأبحاث التاريخية أجمعت أن المنطقة كانت منذ القدم ملتقى للحضارة الإنسانية التي تمتد إلى أكثر من 2.5 مليون سنة، ومنها حضارة التوارق إيموهاغ التي قال عنها ابن خلدون كانت لتكون أعظم حضارة لولا أن أهلها استقروا، غير أنهم اختاروا الترحال والصحراء للعيش. فالجميل اليوم أن تنتمي وتستقر في هذه الأرض، والأروع من هذا أنك تنتمي إلى حضارة عريقة ورموزها ما زالت صامدة منذ أكثر من 30,000 سنة هنا في قلب التاصيل وفي جبال التليلي، والتي تعني بالأمازيغية الحرية.